في الاعياد اقتحموا خلاص كده قفلوا. اتمنى ان انا اشوفه. طبعا يا جماعه انا نفسي اتفرج على فيلم اولاد رزق الجزء الثالث، يعني في يا جماعه ما يعني انا اتمنى كده اتفرج على فيلم كده. اتفرج يعني السمات اقتحمت خالص، السمات قبضت في اليوم الواحد. يعني في الاعياد اقتحموا خلاص كده قفلوا في الاعياد كلها، في السمات كلها يعني مفيش ولا سيمه فاضيه. يعني اخش اقول للراجل انا عايز اتفرج على فيلم، يقول لي لا مفيش ده سكه. ايه يا عم في ايه يا جماعه؟ في بالراحه يا جماعه. طب هصحى الساعه 6 الصبح اتفرج على الفيلم يعني، ولا اعمل ايه بالظبط؟ مش عارف بصراحه. يعني في كده شويه معلومات عرفتها عن الفيلم. يعني الفيلم كلف اتصور في السعوديه وكلف 250 مليون، ربع مليون. ده يعني انا متوقع اعلى من كده كمان. يعني هو مكتوبه كده ما يعادل 250 مليون، متوقع اعلى من كده. وده بيتصور في السعوديه، يعني السعوديه بتعمل قلق كمان. كمان بتصور مع واحد اجنبي، يعني ده اللي سمعته. يعني انا ما شفتوش واتمنى ان انا اشوفه يعني، ولا مش عارف ايه اللي هيحصل. فيلم في خلال يومين يعني حقق الرقم ده اللي انت بتشوفه دلوقتي قدام على الشاشه. يعني اعوذ برب الفلق، مش بحسد يعني كده، بس نفسي اشوفه برضه يعني، فاهم انت؟ يعني الفيلم ده هيدغدغ الدنيا معنى الكلمه، يعني هيدغدغ مصر كلها. الفيلم ناجح طيران كده، ناجح بالطياره كده، بس اللي هو بوابه النجاح راحت. يعني مش بحث، الفيلم هيطلع ترند في مصر وفي السعوديه وفي اليمن وفي كل في انحاء العالم كلها، في العالم هينجح يعني. فيا جماعه نفسي اشوف، بس لو اي حد كده استاذ طارق الشيخ كده يعني شوف كده، يعني دخلني السينما معاك بس كده اتفرج، فاهم انت يعني؟ او اي حد صاحب فيه سينما، بس انا عايز كرسي، بس كرسي يا عم. لو في الاخر خالص ما اشوفش حاجه، بس اسمع بس. طبعا شفت لقطات منه جامده قوي. في ناس التيك توك اقتحم خالص، يعني كل ما حد يخش يصور لقطه وينزل يطلع ريتش على طول. فانا بخش يعني ايه اشوف اللقطات كده يعني. وطبعا اتفرجت على الاعلان بتاعه جامد قوي، بوستر شويه بقى تحس انت بتتفرج على الفيلم فاست مش عارف ايه. واو انا نفسي طبعا اتمنى ان انا اشوف الفيلم ده. فيا جماعه يعني برضو معلومات كده عشان تعرفوها. يعني الفيلم ده حقق اللي هو الفيلم الوحيد، اول فيلم في تاريخ السينما حقق 48 مليون في 5 ايام. انت متخيل؟ انت متخيل مثلا في اليوم الواحد حقق بتاع 8-9 مليون؟ انت بتستخسر من الرقم ده. واحد ده 9 قدامه 6 صفار، انت بتتكلم في ايه؟ ده احنا بنفرح لما 9 وجنبها 3 صفار، يعني بقى 6 صفار بقى. انت يعني يا جماعه يعني نفسي اشوف كده. ونفسي بقى ايه يعني مع ايه، نفسي بقى اخش على الفيلم ده بقى. مش اخش الفيلم ده، اخش جوه الفيلم يعني، امثل كده وبوم بوم بوم احمد عز بقى وايه بقى وسط الطرشات طرش يعني. فيا جماعه اتمنى ان انا اشوفه. ولا حد بتاع السيما يعني بيتفرج على الفيديو ده يعني دخلني كلمنا على الانستجرام، دخلني السيما اتفرج على الفيلم حتى، عشان في هنا كل السمات كلهم لفيت على كلها بمعنى الكلمه يا جماعه. اتمنى ان انا اشوف الفيلم ده. ومش عارف بصراحه ايه يعني ده العيد كله اولاد رزق الجزء الثالث بقى على طول. انا اعرف ان الجزء الاول كان ماشي، يعني نقول اتفرجنا عليه. الجزء الثاني اتفرجنا عليه برضه في السينما، وكان حاجه هاديه بقى وكده. الثالث بوم ضخ في ايه يعني. الفيلم مش محتاج تقييم يعني، من غير ما اشوفه الفيلم جامد قوي، من غير ما اشوفه كده، بس هو جامد. احمد عز جامد. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.